السلام عليكم، مرحبا بكم عام جديد. ونشارك معكم هاد البيتزا اللي هي على شكل قوارب، بدون لحوم بدون سمك، بالخضر والجبن. بالنسبه للعجين عندنا هنايا 2 زلايف ديال الدقيق الفينو و3 زلايف ديال الدقيق الابيض. اللي بغى يدير نصف ديال المقدار يدير زلافه ديال الفينو وزلافه ونصف ديال الدقيق الابيض. اللي بغى يدير نصف ديال هاد المقادير. عندنا معلقه كبيره ديال خميره حبيبات ومعلقه كبيره ديال السكر حبيبات. وعندي هنا انا نعجن بالماء، درت مسحوق الحليب. اللي بغى يدير يعجن بالحليب السائل يعجن بالحليب السائل، ما يديرش مسحوق الحليب. انا عندي هنايا درت 3 معالق ديال مسحوق الحليب وغنعجن بالماء، الماء دافي. بالنسبه للماء، بالنسبه للزيت انا درت 3 معالق ديال زيت المائده، زيت الزيتون. واللي بغى يدير زيت المائده يدير زيت المائده صافي. والملح على حسب الذوق. بالنسبه للماء خدا هاد العجينه خدات ليا 3 زلايف ديال الماء دافي. الزلافه اللي عبرت بها الدقيق كنصب 2 زلايف في الاول كنعجن بهم، والزلافه الثالثه كنبدا نضيف شويه بشويه وانا كنجمع وتندلك العجين باش تجينا العجين يجينا رطب مزيان. حيت عندنا الدقيق الفينو صافي. كنبقى نضيف الزلافه الاخرى، كنبقى نضيف وانا كنعجن كندلكها مزيان حتى كيولي عندنا هاد العجين ما كيتلصقش وخفيف بحال ديال السفنج. اللي بغى يديرها في العجانه يديرها في العجانه نفس الطريقه، ودير فيها نفس الماء في الاول 2 زلايف، والاخرى كنبقاو نزيدو شويه بشويه. تقدر ما تكملوش هذيك الزلافه الثالثه. صافي انا كملت الزلافه كلها الثالثه في الماء. شوفوا العجين كيف مداير رطب مزيان خفيف. كنبقاو نخبطوه هكا بشويه بيدينا صافي، ونغطيوه ونخليوه يرتاح. صافي ندوزو ناخدو لاصوص ديال البيتزا. عندي بصله كبيره. انا فايت ندير معكم لاصوص ديال البيتزا في القناه، ولكن نعاود نديرها معكم. عندي هنايا بصله كبيره نقطعها نديرها في الهشوار، وعندي 2 فلفلات حمرين تما نقطعهم طريفات، وعندي 2 فصوص ديال الثوم، وعندي هنايا تقريبا 6 مطيشات. صافي انا قطعتها بجلودها ما حيتلاش الجلده ديالها، وغنضيف واحد المعلقه ديال معجون الطماطم صافي. وغنطحن الكل. بعد ما طحنتها وضعتها في هذا المقلاة وغنضيف لها التوابل، زيت الزيتون، قليل من الابزار، ملح، بابريكا، وقليل من الزعتر. نحط فيها شويه ديال الزعتر، قليل من الزنجبيل. اللي بغى يديرو باش يديرو ما يديروش. صافي حكيت فيها شويه ديال الزعتر والملح حسب الذوق. ندير فيها 2 وريقات ديال اوراق الغار. صافي درتها كطيب حتى تعقد. وخديت هاد الفلفله نقطع دوائر اللي نوضعوها مع الزيتون مع الفرماج فوق القطع ديال البيتزا. صافي ناخذ الفرماج، انا ما نحكوش نقطعو مربعات، واللي عنده الفرماج كيتباع مربعات يعني قطع بحال هكا يشريه. انا خديت الفرماج عندي قطعته بهذيك الطريقه، غنديرهم بجوج نخلطهم. هذاك الفرماج الاول مالح، هذا لا ما فيش الملح. صافي غنخلطهم بجوج. صافي هادو هما اللي غنزين بهم البيتزا ديالي. بعد ما ارتاحت العجينه انا قطعت هاد القطع صافي. كنبدا نصلحوها طول على طول، ما كنصلحوهاش على شكل دائره، كنصلحوها طويله بحال هكا باش تجينا شكل قارب. شوف العجينه كيف مدايره كتجبد معنا يعني رطبه، كتشكلوها كيف بغيتو.
صافي زيت القطع نوضعها في الطاوه، مع نصايبهاش في طاوله العمل، نحطها في الطاوه اللي تدخل الفرن عاد ندير فيها الحشوه، حيت ما نقدروش ندير فيها الحشوه وهي هكاك، ما نقدروش نهزوها. صافي كنسرحها على شكل طول وغنحطها في الطاوه وغناخد لاصوص اللي هي خليتها حتى بردات، ما نوضعوهاش في البيتزا وهي سخونه باش ما تقطعش لنا العجين. صافي كنطيبي كل قطعه ديال البيتزا قليل من لاصوص. هاد لاصوص زدت لها شويه ديال الحار، اللي بغى يدير لها شويه الحار في الاخر حتى طابت عاد درت لها الحار. صافي نوضعو فوقها القطع ديال الفرماج اللي قطعناها من قبل والزيتون بنوعيه الاسود والخضر. صافي كنزينوها بديك الفلافل، كنديرو غير قطع قليله ما تنكثروش الفلفله خضراء ما صوتيتهاش في العافيه. صافي كنجمعو الجناب وكنجمعو داك الراس ديالها من القدام من هنا ومن هنا. اللي بغى يدير الفرماج في هاد الرويسات يديرهم، انا في الاخر درتهم هادو ما درتش فيهم، دوك الاخرين درت فيهم الفرماج في الاخر سديت عليهم. انا شعلت الفرن يسخن على 180 درجه، كنطيب انا في البلاصه ديال البيتزا. صافي غناخد واحد اصفر بيض اللي غنزيد له شويه ديال صوص صويا وغندهن به الجناب ديال هاد القوالب. صافي نرش عليهم اما البافو او زجلان، انا هادو درت لهم زجلان ودرت الاخرين درت لهم بافو، كل واحد يدير اللي بغا. صافي كندخلهم الفرن يطيبوا. بعد ما طابوا هانتوما الشكل ديالهم كيف جا، حمرين وفيهم هاد الخضره من الفوق زوينين رطبين. هذاك الحليب النيدو او مسحوق الحليب كيف ما كان كيخلي العجائن كتجي رطبه ما تجيش قاصحه، واللي بغى يعجن بالحليب السائل يعجن بالحليب السائل. وصلنا لنهايه الفيديو، دخلوا للفيديو وديروا لايك ديروا كومونتير باش يوصل الناس، يعني الفيديو لا درتوا لايك راه كيشوفوه الناس كلهم فضلا وليس امرا. مع السلامه في امان الله، الى فيديو اخر ان شاء الله.